عسلامة ومرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس الكل بخير يا ربي. في فيديو اليوم ان شاء الله مش نعملوا طاجين تونسي، طاجين على اصوله. يجي عالي، يجي بنين، يجي طري، يجي فاوح، بسم الله ما شاء الله. نودكم وما نشهيكم ان شاء الله تجربوه بطريقتي، وان شاء الله باذن الله باش يعجبكم. نخليكم مع الغسات. اول حاجه باش نحضروا التختوخ متاعنا. حطيت في كسرونه شويه زيت، شويه زيت زيتونه. اول ما سخنوا حطيت عليهم كعبه بصل، قصيتها جويده بالشكل هذايا. خليتها لين تذبل شويه وتطيب شويه البصله، ومن بعد باش نكمل عليها دجاج. انا عندي صدر دجاج هو اللي مش نطيب به الطاجين متاعي. بالطبيعة نجمو نستعملوا أي بارتي معناها من الدجاج، أفخاذ ولا اللي هو. أنا عندي صدر دجاج هو اللي مش نطيب به التختوخ متاع الطاجين. حطيتهم مش نقليهم شوية مع البصلة ومش نبدأ نفوح. خذيت شوية ملح، شوية كركم، شوية تابل وكروية، شوية فلفل أحمر. نحطوا زادة شوية ثوم بودر وإلا سنة ثوم نبرشوها معناها ولا نعصروها نفرموها نقصد. مش خليتهم هذوما شوية مع بعضهم، ومن بعد مش نمرقهم بشوية ماء سخون باش يطيب لنا التختوخ، يطيب الدجاج بالكدا ولين يخثر معناها يقر زيتو ويطيب لنا بالكدا. مش نغطيهم تو، مش خليهم يطيبوا على رواحهم. وراني حطيت في الاخر شويه كليل مرحي. نسيت ما صورتوش الحقيقه، اما هاني قلت لكم شويه معناها كليل مرحي يفوح على الاخر ويزيد بنا للطاجين. هذا توا التختوخ نتاعنا نورمالمون طاب سي بون، قر زيتو وخثار بالكدا وطلعتك الريحه الفاوحه والبنينه، واكيد الدجاج نتاعنا طاب. في نفس الوقت حطيت البطاطا نتاعي تتقلى، قصيتها دي كوب بالشكل هذاك وقليتها. توا نورمالمون كل شيء حاضر، مش نبداو نحضروا في الطاجين نتاعنا. حليت الفور على 180 درجه، وهذا تشوفوا الدجاج نتاعنا طاب وقرزيته ما شاء الله. مش نفتفت الدجاج نتاعي، ونجمو راهو من اللول معناها صدر الدجاج من اللول نقصوه دي كوب معناها جويدين ويتيبوا معناها هكاكا مقصوصين حاضرين، والا بالشكل هذايا. توا باش نحط الدجاج اللي فتفتو مع الصوص اللي طاب فيها معناها، ومش نكمل باقي المكونات. حطيت البطاطا، اكيد حطيت لها ورقه ذاك المطبخ باش يمتصك الزيوت نتاعها. نحط شويه معدنوس مقصوص جويد، ومش نزيد شويه جبن غابي، انا استعملت ايمونتال. نجمو كان عنا زيد شويه جبن ملح نحطو يزيد يبنن. وخذيت حكه ريغوتا 250 جرام فيها. ومش نكمل توا تويبعات متاع فرماج مقصوصين مربعات صغيرة. حطيت 4 يمكن تويبع الحسيلو اللي نحبو نحنا معناه. زدت ملحت الطاجين بتاعي وحطيت شوية فلفل أكحل، ومش نولي توا نزيد في العظام. آخر حاجة هي مش معناه نزيد توا العظام ونخلط لين نتحصل على القوام اللي نحب عليه. بالطبيعة القالب هذاك مش نطيب فيه البلار دهنته بالزبدة وكهو. تو اخر حاجه قلت لكم نبدا نزيد في العظم. سادي بون انا الحجم والكونتيتي مش نعملها هي قداش مش تاكل لي اعظم. نقعد نحط معناها ونخلط لين نشوف شنو القوام انا اللي نحب عليه. شوفوا نورمالمون هكا سي بون، مش نحطه في القالب اللي مش نطيب فيه وكهو. مش ندخل الفور، يقعد بين 35-40 دقيقة وكهو. الطاجين متاعنا يكون أحضر. نستويه شوية من فوق باش الشكل يجي مزيان مستوي معناها كي تجيب الطاجين وكهو. هذا الشكل متاعو باش نحطوه في الفور وكهو. توا خرج، خليناه برد شوية، ما نقصوش طول باش ما يتفتفتش، ونقصو كيما نحن نحبو. وذوقوا البنة. يقولوا لي شنو رايكم في الطاجين متاعي، وقولوا لي انتم كيفاش طيبوه. طاجين كيما نعرفوا في برشا انواع واشكال وطرق، اما باذن الله البنة واحده. هيا نخليكم وان شاء الله تقابلوا في فيديو جديد.